السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، فيديو بيلخص نتيجة مباراة النادي الأهلي ويانك أفريكانز في بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي أقيمت النهاردة. النادي الأهلي قدر إن هو يحصل على نقطة ثمينة جدا، ونقدر نقول الملخص إن أليو ديانج بيصلح غلطته وبيمنح النادي الأهلي نقطة ثمينة جدا، إنه بيها بيحافظ على صدارته للمجموعة وبيتصدر المجموعة ب8 نقاط. النادي الأهلي قدم مباراة متوازنة في الشوط الأول والشوط الثاني، وكان بيلعب بشكل متوازن في الدفاع والهجوم. وإليو ديانج بيصلح غلطته إنه كان متسبب في الجون اللي دخل في النادي الأهلي، ولكن بيقدر إن هو يصلح غلطته وبيجيب جون ثمين جدا بيمنح النادي الأهلي التعادل، وبكده الأهلي بيحافظ على صدارته للمجموعة. بتعود بعثة النادي الأهلي بالطيارة الخاصة، وبيبدأ الاستعداد فورا للمباراة القادمة اللي هي تبقى يوم الثلاث مع البنك الأهلي. وطبعا بتستمر العقوبة بتاعت إمام عاشور اللي هي هتفضل أسبوعين بيتدرب فيها ترتيب منفرد، وبعديها بيقدر ان هو ينضم الى النادي الاهلي في التدريبات الجماعية. ويا رب يكون دوت يعني قرصة ودن كده لإمام عاشور، ان هو يبتدي المنتاليتي بتاعته تتغير، ويقدر ان هو يتعامل باحترافية، ويعرف ان النادي الاهلي من الأندية اللي ما بينفعش معاها نظام لوي الدراع بالاسلوب اللي هو عمله دوت. ونتيجة إيجابية جدا بيعود بها النادي الأهلي من مباراة يانج أفريكانز. وإن شاء الله الفترة اللي جاية النادي الأهلي يبتدي يعدل موقفه كمان في الدوري، وإن شاء الله يحصل على بطولة الدوري وبطولة أفريقيا. وما تنسوناش في نهاية الفيديو باللايك والشير عشان تشجعونا إن احنا نكمل إن شاء الله في أخبار النادي الأهلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.